المندرين هذا وقته، فاجيو معايا نستغلوا هاد الفرصة ونوجدوا به أسهل مركز ديال المندرين كيجي ولا أروع. ممكن تحتفظوا به في المجمد لمدة اللي هي طويلة، ما كيتبدل، ما كيوقعلو حتى شي حاجة، وتحتاجوه في الوصفات الرمضانية الطاولة ديالكم. توجدوا به عصير، مهم غتحتاجوه بزاف ديال الوصفات. يلاه معايا دابا نتعرفوا على المكونات والطريقة ديال التحضير. وما تنساوش اخواتاتي تخليو لي معكم واحد اللايك باش تشجعوني، وتعليق الا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال. ما نطولش عليكم دابا، يلا نكملوا الفيديو. اذا بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ داك المندرين، غادي نديرو فشي شويه ديال الماء مع شويه ديال الخل غير باش نغسلو مزيان. من بعد غادي نبدا نقشرو. الطريقه ديالو راه ساهله بزاف. كتقشروا داك المندرين، انا هنا ما حبستش الفيديو كاع، غير غنسرعو معكم. المهم غادي نقشرو كامل ونحيد منه داك الخيوط اللي كيكونوا فيه، ونطلقوا من بعد. من بعد ما ساليته وقشرته كامل وحيدت منه داك القشور، غادي ندوزو باش نطحنوه. نتوما لكم الاختيار، واش تطحنوه في الخلاط الكهربائي ولا ديروا هاد البغا ميكسور اللي عجبكم. انا هنايا غادي نطحنو غير بهاد البغا ميكسور، المهم بحال بحال. المهم غادي نحاول نطحنو مزيان 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 حتى يولي لنا يعني عصير. كيف شفتوا معايا، من بعد ما طحنتو مزيان هانتوما كيف كتشوفوا، ضروري تعطيوه وقته وتخليوه يتطحن مزيان. صافي دابا غادي ندوز باش غادي نصفيه من دوك الخيوط اللي كيكونوا فيه، باش يجينا العصير هو هذاك. المهم غادي ناخذ هنايا واحد الصفايه وغادي نبدا نصفيه. غادي ناخذ واحد المعلقه ونبدا نضغط عليه واحد شويه بحال هكا باش يهبط ليا. من بعد ما صفيته كامل هانتوما كيف ما كتشوفوا راه غير اللون ديالو ما شاء الله كيشهي. دابا غادي ندوز ندير له سنيده. القاعده كتقول بلي كل كيلو ديال المندرين كنديروا له نص كيلو ديال سنيده. انا هنايا كان عندي 3 كيلو 4 كيلو ديال المندرين، درت له هنايا 2 كيلو ديال السكر سنيده، يعني نص كيلو ديال السنيده في الكيلو ديال المندرين. صافي الطريقه سهله، كندير داك السكر سنيده وكنحركو مزيان بحال هكا، وغادي نغطيه ونبقى كل ساعه كنحركو. المهم خليه وحدكم، مره مره هانتي في الكوزينه كتقضي شغلاتك، مره مره هانتي كتحركيه بحال هكا وتولي تغطيه. من بعد ما غادي نسالي، غادي نديرو في الثلاجه وغادي نخليه يبات ليله كامله من الاحسن، ولا نهار كامل من الاحسن. المهم انا هنايا صاوبته بالنهار وخليته بالنهار قدامي انا في الكوزينه كنقضي شغلاتي، وانا كنحركه مره مره. بالليل غطيته ودرته في الثلاجه خليته ليله كامله. لغد ليه في الصباح كنلقى داك السنيده دابت كامله وكيولي لنا هذا الخليط على شكل سيرو. المهم انا هنايا جاني داك ال آه، داك البول اللي كنت دايراه فيه جاني صغير. المهم قلبته هنايا لواحد كبير بحال هكا. صافي غادي نبقى نحرك ساعه ساعه، نحركو بحال هكا مزيان. المهم هنا نتوما كتشوفوا السكر السنيده راه مازال ما دابتش، ولكن من بعد ما غادي نبيتها في الثلاجه غادي يولي لنا الخليط على شكل السيرو ودايب كامل. من بعد ما بيتو في الثلاجه ها نتوما غتشوفوا معايا كيفاش داب وما بقاش كاع كتبان الاثر ديال السنيده. ها نتوما حتى الخليط كيتقل وكيعقد، ما كيبقاش خفيف. ها نتوما شوفوا كيولي بحال شي سيرو، كيجي زوين، وواحد الريحه ديال الانتعاش فيه زوينه بزاف. ها نتوما شوفوا معايا الخليط كيولي هكا عاقد وشاد راسو. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ فهي جد سهله. كتاخذوا عفوا علبه ديال البلاستيك ولا التسجيل ديال ما بغيتو،
كديروه فيها كتسدوها مزيان وكتحتفظوا به في المجمد بطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. من كتحتاجوه كتاخدو منه معلقة ولا جوج ولا المهم القياس ديالكم اللي غادي ديروا فيه، وكتخلطوه اما مع الماء اما كتزيدوا معاه واحد النوع ديال فاكهة معينة بغيتوه. فهذه هي الطريقة ديالو. هانتوما شوفوا معايا القوام ديالو راه كيجي ثقيل وعاقد وراه ما كيجمدش، كيبقى هو هذاك في المجمد. صافي، طريقة سهلة بسيطة كيف شفتوا معايا بدون تعقيدات. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم، وقولوا لي في التعليقات واش بغيتوني نزيد نشارك معكم مركز ديال الحامض ولا ديال البرتقال. كتبوها لي في التعليق، كنتسنى تعليقاتكم. وكنتمنى خواتاتي تخليو لي معكم واحد اللايك باش تشجعوني نحط وصفات اكثر. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.